شوية فستق حلبي. هذا الرز بحليب السوري اللي على اصوله، شوفوا قوامه ما احلاه طالع. طبعا الحليبات من الماعز مباشرة بدون ولا اي نقطة نشا. الله يرحمه ابي كان يحب الرز بحليب كثير. بدون نشا وهيك سماكته. كيف ما نحط له نشا؟ شايفين؟ قطعة واحدة طالع. اليوم وصفتنا بيضة، الله يبيض ايامنا وايامكم. بالصدفة كان مارق راعي الغنم، قلت له انزل اخذ لي شوية حليب من عنده. قلت له حلب لي لترين حليب على كيفك. طبعا الحليب التازة بيعطيكم طعم للرز بحليب ولا اطيب من هيك، خاصة اذا كانوا الغنمات بلديات. وهيك بكون حلب لي لترين من الحليب. وهلا بطريقنا على البيت. هلا هيك بعد ما حلبنا الماعز وطلعوا عندي هدول الحليبات. هلا الشغله كثير مهمه انه لازم نصفيهم بالمصفاي، لازم تكون مصفاي ناعمه عندكم. نقول بسم الله ونصفيهم، لانه اوقات بيطلع منهم شعر. بدي اضيف عليه كاسه من الرز الاصيل، طبعا بدون غسيل، ما بدي اغسله. ليش؟ مشان نستفيد من النشا اللي موجود بقلب الرز. نضيفه على البارد. بسم الله. هلا نقول بسم الله ونشغل الغاز. هلا بدي ضل محرك فيه لحتى يغلي معي. هلا هيك بعد ما غلي معي بدي وطي الغاز وضيف عليه كاسه من السكر، نفس الكاسه اللي عيرنا فيها الرز بدي كاسه واحده من السكر. بسم الله. وكل دقيقتين لازم احرك بهذا الشكل. ليش؟ مشان ما يلزق الرز معي باسفل الطنجره. النشا اللي راح تطلع من الرز هي اللي راح تسمك رز الحليب معكم. بدي هون شي 10 حبات من المستكه الحب، بنحطهم بالمدقه. بضيف عليهم تقريبا شي نص معلقه صغيره من السكر. هلا بدي اطحنهم بشكل كثير منيح حتى يصيروا معي مثل البودره. هلا هيك بعد ما طحنتهم بشكل منيح، شايفين كيف طلعوا ناعمين معي؟ هلا بضيفهم من فوق الطنجره. بسم الله. برجع بحرك وبدي اضيف تقريبا شي معلقتين كبار من ماء الزهر. ولا هيك بضل نحرك فيهم حتى يستوي معي الرز بشكل كثير منيح. ولا هيك بعد نص ساعة، شايفين كيف صار قوام الرز بحليب معي؟ هيك سمك لحاله بدون نشا. شايفين قوامه ما احلاه طالع؟ انا هيك اخذ نص ساعة معي بالضبط حتى استوت حبة الرز بشكل منيح وبدون ولا اي نقطة نشا. ولا نقول بسم الله ونسكب بالزبادة. شايفين هذا قوام الرز بحليب اللي على اصوله. هلا في ناس تقول لي يا شيف انت حطيت نشا. الله يرحمه ابي كان يحب الرز بحليب كثير، وهذا الحلو الاساسي لكل الضيوف اللي بتيجي لعنا. هلا بعد ما عبيناهم بالزباده بدي استنى عليهم لحتى يبردوا بشكل منيح، بعدين دخلهم على البراد لمده 3 ساعات 4 ساعات يكونوا جاهزين معنا. هلا هيك بعد ما بردوا عندي بشكل منيح، شايفين قوامهم كيف صار؟ شايفين؟ قطعة واحدة طالع. هلا بنرش عليهم شوية فستق حلبي. هذا الرز بحليب السوري اللي على اصوله، شوفوا قوامه ما احلاه طالع. نقول بسم الله ومندوب. شايفين على القوام؟ بدون نشا وهيك سماكته. كيف ما نحط له نشا؟ شو بصير فيه؟ اما طعمته بتشهي نبضات القلب. جربوه بهاي الطريقة، اعطوني رأيكم بالتعليقات. السلام عليكم.